واخا بغيت نسولك. يعقل ان امين عام حزب العداله والتنميه يعمل مؤتمر يحضروا فيه 2000 ديال الناس ياك، والنهار الاول تجيب الاذاعه الوطنيه التصريح ديالي على مصطفى ولد سيدي سلمى مصطفى مولود، وتجيب التصريح ديالي على القضيه ديال المستشارين الجماعيين وكأن شيئا لم يكن، وتدوز بضعه ايام ويجي السيد وزير الداخليه ويدير فيا بيان انا العبد المذنب ياك، وما تجيش الصحافه ديالي، ما تجيش الاذاعه ولا التلفزيون يعيطوا عليا ولا يجيبوا السيد وزير الداخليه يجلس قدامي ونتذكروا انا وياه يقول لك ها علاش ما علاش. انا ما تنوقفش على مولاي الطيب اللي يرد عليا بيان خليك الله يخليك هذا كلام. هذه ضريبه المواقف الجريئه. لا بلاتي نعم هذه ضريبه المواقف الجريئه. لا ودابا واحد القضيه ويجي لا يجي مولاي الطيب الشرقاوي. انا ما وقفتش على مولاي الطيب انه يرد عليا، يرد عليا ببيان تيقول فيه باللي المعلومات اللي عندنا ما فيها الا هذا الشيء اللي هذوك الناس اللي تعتقلوا ومشاو للسجن، فهمتيني ولا لا، او لا تحاكموا او لا تحاسبوا، ما عندي ما نقول لانه هو وزير الداخليه. لكن باش يشكك في الموقف ديالي من الارهاب، مع انه انا نقدر ننسى التاريخ ديالي ولكن هو ما ينساش لان عنده تما ملفات متبعني من 79. هو عارف اكثر من داكشي اللي عارف انا، فهمتيني ولا، وتيعرف باللي عبد الاله بن كيران لم يكن في يوم من الايام لا مع العنف لا مع الارهاب، كان دائما. وشوف السي بن مصطفى شوف فيا راجع مواقفه دون ان يطلب منه احد ذلك، وشوف وتبنى العمل السلمي، مناصره المؤسسات المشروعيه، اماره المؤمنين دون ان يطلب منه احد، دون ان يكون صديقا للملك، دون ان ياخذ ثمن على ذلك. الى